السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ساعات قليلة من فشل صفقة انضمام اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي الهلال السعودي، تلقى قبل لحظات قليلة نادي الأهلي المصري، وهو كبير الأندية الإفريقية والمصرية، وهو بطل دوري أبطال إفريقيا، أغلى عرض في تاريخه لبيع المدافع المصري محمد عبد المنعم الملقب بالديناصور لنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وفقا لبرنامج بلس 90 تلقى الأهلي عرضا مغريا من نادي الهلال السعودي للتعاقد مع مدافعه الدولي الشاب محمد عبد المنعم خلال الميركاتو الصيف الحالي، حيث تبلغ قيمة عرض بيع المدافع المتألق لبطل دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم 12 مليون دولار، وفقا لما كشفه برنامج بلس 90. وأوضح المصدر أن إدارة الفريق المصري لا تزال تدرس العرض الأغلى في تاريخه، حيث لم تتخذ أي قرار رسمي حتى الآن، خاصة في ظل أهمية عبد المنعم في خط دفاع الفريق الأحمر. وبحسب المصدر ذاته لم تحسم إدارة الفريق المصري بعد العرض الأغلى في تاريخ النادي، لا سيما في ظل الأهمية الكبرى التي يمثلها عبد المنعم في خط دفاع القلعة الحمراء، حيث تألق عبد المنعم هذا الموسم وسجل الهدف الوحيد للأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد، والذي منح الأهلي لقب البطولة القارية للمرة 11 في تاريخه. والجدير بالذكر أن الهلال وضع على رأس أولوياته التعاقد مع محمد عبد المنعم بعد إصابة النجم الكوري الجنوبي جانج هيون سو وتعطل مفاوضات التجديد معه. أتت الردود الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بهذا التعاقد مع المدافع المصري، حيث قال المغارد الهلال عبد الله محمد عبد المنعم مناسب جدا للهلال، إمكانيته جبارة، وأثبت نفسه في أصعب المواعيد وآخر الأحد الماضي عندما سجل هدف البطولة الأهلي على الوداد. أتمنى أشوفه في الهلال. وأضاف حساب آخر: أتمنى الأخبار اللي طلعت صحيحة إن الهلال يفاوض محمد عبد المنعم، هذا اللاعب بين السنجان، هذا اللاعب سوبر وقوي دفاعيا وصغير بالعمر، محمد عبد المنعم مطلب هلالي. وأخيرا قال حساب مقنع هلالي: خاص محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المصري تلقى عرضا من الهلال السعودي، والعرض مغري للغاية، وصل إلى 12 مليون دولار، ولكن لم يتم الحسم حتى الآن. ملاحظة: العرض مقدم منحة الخيار الأخيرة إذا ما تم التوقيع مع أسماء العالميين من المدافعين المطروحين على طاولة المفاوضات في الهلال.